اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. النهارده في تحت العدسه هنتكلم عن القهوه في الصيام. في كذا حد علق على الفيديو بتاع اوعى تفطر على سيجاره، الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن مخاطر ان حد اول ما يفطر يشرب سجاير. وطلبوا ان احنا نتكلم عن القهوه وازاي نتعامل بقى مع شرب القهوه في الصيام. طبعا اللي متعود على شرب القهوه في الصيام لما بنبتدي ان احنا بنبقى صايمين اول اليوم، بيبقى هو بياخد قهوته اول اليوم او بتاخد قهوتها اول اليوم. فبيبقى وقت الصيام ده بالنسبه لهم بيبقى فيه اعراض بقى ان انخفاض نسبه او مستوى الكافيين في الجسم، بيبقى فيه صداع، بيبقى فيه ارهاق، بيبقى فيه احساس بالتعب، بيبقى مدروخ طول الوقت وحاسس بصعوبه في التركيز شويه. فكل دي اعراض بتبقى انخفاض مستوى الكافيين في الجسم، لانه اللي متعود على شرب القهوه بيبقى متعود على كميه معينه من الكافيين بياخدها الصبح مثلا اول ما بيصحى، او في وقت الظهر، او في الاوقات اللي هو بيشرب فيها القهوه. فالوقت دوت احنا بنبقى صايمين، فنسبه الكافيين اللي بتبقى موجوده في جسمه بتبقى منخفضه عن الحد اللي هو متعود عليه. علشان كده من البدايه الاطباء والعلماء الخاصين بمجال التغذيه بيقولوا ان احنا قبل رمضان نبتدي نقلل شويه تدريجيا مقدار شربنا للقهوه. يعني لو بنشرب عدد من الفناجيل مثلا على مدار اليوم نبتدي نقلل عددهم. كمان في مجموعه من الاطباء كمان نصحوا ان احنا نبتدي شويه ان احنا ناخر شربنا للقهوه في تدريجيا برضو قبل رمضان، بحيث ان احنا نتعود على الميعاد اللي هنشرب فيه القهوه بعد الفطار. فنبتدي مثلا ان احنا نشرب القهوه ما نشربهاش الصبح اول ما نصحى، نبتدي ان احنا ناخرها شويه تدريجيا تدريجيا لحد ما نوصل للميعاد اللي احنا هنشربه فيها بعد الفطار. فنبتدي ان احنا نتعود على ان هو ده الميعاد اللي هناخد فيها الجرعه بتاعه الكافيين في جسمنا. طيب القهوه في رمضان بقى احنا يعني نشربها امتى؟ القهوه في رمضان احنا قلنا السجاير اوعى تفطر ابدا على سيجاره، نفس الحكايه بالنسبه للقهوه، اوعى تفطر على فنجان القهوه. الاطباء حذروا ان اي حد يفطر على فنجان القهوه، حذروا كمان على ان احنا نشرب القهوه بعد الفطار مباشره، لان ده له مخاطر صحيه على الجسم. اول حاجه ان القهوه بتمتص المعادن اللي موجوده في بعض الاطعمه، زي مثلا المعادن اللي موجوده في اللحوم، وبالتالي انت مش هتستفيد من المعادن اللي موجوده في الاكل او في الفطار اللي انت هتفطره دوت لو شربت القهوه بعد الفطار مباشره. كمان الكافيين بيزود انتاج الحمض في المعده، فلو شربنا القهوه بعد الفطار مباشره هنبتدي ان احنا نزود الحمض بتاع المعده، فهيحصل حرقان في المريء اللي هو ارتجاع المريء اللي بيحصل ده، وهيسبب حموضه شديده جدا، وهيبقى في الم او اذى في المنطقه بتاعه الصدر ديت، هيحصل فيها حرقان شديد لان الحمض بتاع المعده بيبقى فيه انتاج غزير فبيطلع على المريء وبيحرق المريء، بيعمل حرقان في المريء، وده طبعا ممكن يسبب مخاطر صحيه جامده جدا لو استمرينا ان احنا نعمل العاده دي ان احنا نشرب القهوه بعد الفطار مباشره. كمان شرب القهوه بعد الفطار مباشره ممكن يعمل مشاكل بقى في الجهاز الهضمي، ممكن يعمل عسر هضم، ممكن يعمل اسهال، ممكن يعمل بعض اضطرابات في المعده وفي الهضم. بالنسبه لاصحاب القولون العصبي شرب القهوه هو امن، طبعا مش بعد الفطار مباشره. بشكل عام شرب القهوه امن لاصحاب القولون العصبي، ولكن الاضافات اللي بتتحط على القهوه هي دي اللي بيبقى فيها مشكله. لكن القهوه لوحدها مش بتعمل اي تهيج للقولون العصبي، لكن لو حطينا الحليب البقري مثلا عليها، او مثلا حليب الصويا، او اي محليات صناعيه، كل الحاجات اللي بتبقى اضافات على القهوه دي بتاذي اصحاب القولون العصبي. لكن القهوه بشكل عام هي امنه بالنسبه لهم، مش بتعمل لهم اي تهيج. طيب يبقى احنا عرفنا ان احنا ما نشربش القهوه اول ما نفطر، ما نشربهاش بعد الفطار مباشره، كمان ما نشربش القهوه على السحور. شرب القهوة على السحور ده برضو من العادات الصحية الغلط اللي ممكن تأثر على الجسم تأثير مش كويس، لأنها أولا بتسبب الأرق، بتسبب اضطرابات في النوم. كمان القهوة بتسبب فقدان في السوائل في الجسم، القهوة بتسحب السوائل من الجسم، فهيزيد نسبة فقد السوائل من الجسم. وطبعا احنا مش عايزين كده في السحور، لأن تاني يوم بيبقى صيام، فلما بتتسحب السوائل من الجسم الإنسان هيحس تاني يوم إن هو عطشان. فالعلماء والأطباء اللي خاصين بمجال التغذية نصحوا إن احنا ما نشربش قهوة على السحور، ونستبدل دوت بميه كتير وبعصاير. طيب يعني احنا ما نشربش القهوه على الفطار، ما نفطرش بالقهوه اول حاجه نفطر بيها، وما نشربش القهوه على السحور. طب نشرب القهوه امتى بقى واحنا صايمين؟ الوقت المناسب المثالي اللي الاطباء بتوع مجال التغذيه حددوه علشان نشرب فيه القهوه هو بعد الفطار بساعتين. يعني بعد ما الانسان يكون اخذ فطار صحي، يعني فطار كويس يقدر ان هو يغذي بيه جسمه ويستعيد نشاطه، بعد ما يكون شرب كميه من السوائل ومن الميه كويسه، فيبدا الجسم ان هو يستعيد حالته الطبيعيه، يستعيد نشاطه، ويستعيد قيامه بالعمليات الحيويه الخاصه بيه. يبتدي بعد كده بعد ساعتين من الفطار لما الجسم يكون بدا يرجع لنشاطه الطبيعي، نبتدي ان احنا نديله جرعه الكافيين. طيب هو بشكل عام شرب القهوه في اختلاف عليه، في دراسات قالت لا ده بيبقى فيه مخاطر على القلب وعلى كذا وعلى كذا، وفي دراسات قالت ان هو بيبقى له فوائد، لكن الاكتر ان الابحاث بتقول ان شرب القهوه مفيد.
اذا اتشربت باعتدال. يعني لو شربنا القهوه باعتدال، واحنا نحط تحت كلمه اعتدال دي 1000 خط، لان في ناس بتشرب كميات كبيره من القهوه بتدخل جسمها كميات كبيره من الكافيين، فدوت طبعا غلط على الصحه. احنا زي ما احنا بنقول كل حاجه باعتدال كويسه، لان كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب ضده، حتى لو كانت الحاجه دي اصلا ما بتسببش ضرر. طب ايه الفوائد اللي القهوه ممكن تكون بتعملها للجسم؟ اولا القهوه فيها مضادات للاكسده، ودي حاجه مهمه جدا للقلب. مضادات الاكسده دي حاجه مهمه بتعزز صحه القلب. كمان شرب القهوه بيعزز الشعور باليقظه، الانسان بيبقى فايق ومركز، بيبقاش فيه شعور بالتعب او الارهاق. طبعا لو الانسان عامل عاداته الصحيه يعني مظبوطه، يعني نايم عدد ساعاته الكافيه، واكل الاكل الكافي، شارب سوائل بالنسبه الكافيه اللي مطلوبه، ففي الوقت ده القهوه بتبقى مفيده، انها بتحسسه بالتركيز، بتحسسه باليقظه. كمان هي لها فوائد مهمه جدا في الجهاز الهضمي، ان هي بتقلل الامساك. كمان مادة الكافيين اللي موجودة فيها ديت بتحفز الجهاز العصبي المركزي، فبنلاقي ان الذاكرة بتتحسن، ان الانتباه بتاع الانسان بيتحسن، وطبعا بتحسن الاداء البدني للانسان، لان هي بتديله شعور باليقظه وشعور بالنشاط، فبيبتدي ان هو اداؤه البدني والنشاط بتاعه اليومي في حياته وفي يومه بيبتدي ان هو يبقى احسن، لان الانسان بيبقى حاسس بنشاط، حاسس بيقظه، الانتباه بتاعه كويس، تركيزه كويس، فبيبتدي ان هو يؤدي مهامه بشكل افضل واحسن. كمان القهوه بتقلل من خطر تراكم الدهون في الكبد، فدي حاجه مهمه من فوائد القهوه بتعملها في الجسم. بشكل عام القهوة حاجة مفيدة وبتفيد الجسم مش بتضره، والسعرات الحرارية اللي فيها كمان قليلة جدا. بتكون المشكلة في السكر اللي بيتضاف على القهوة، هي دي بتبقى المشكلة. لو حد بيشرب عدد أكواب كتيرة من القهوة ما بتضروش من ناحية السعرات الحرارية، لكن السكر اللي بيحطه في القهوة هي دي اللي ممكن تزود نسبة أو كمية السعرات الحرارية اللي هو بيحصل عليها في اليوم. طبعا بنرجع نكرر تاني ان الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها للقهوه لو تم تناولها بشكل صحيح في اعتدال، مفيش افراط فيها، لان زي ما قلنا الافراط في تناول القهوه بيسبب اضرار صحيه كبيره، لكن لو شربناها بالمعدل المعتدل هي دي اللي ممكن نحصل منها على فوائد القهوه. وخليني اقول لكم اخر معلومه عن القهوه، ان هيئه الغذاء والدواء الامريكيه حددت الجرعه المناسبه من الكافيين اللي ممكن الانسان يحصل عليها بشكل امن، وقالت ان هي 400 مللي جرام. 400 مللي جرام دي بما تعادل 4 أكواب من القهوة. أي زيادة عن كده، أي زيادة عن الحد الآمن دوت بيسبب مخاطر صحية. فكل محبي القهوة اشربوا القهوة واتبسطوا بيها، لكن أرجوكم ما تزودوش عن الحد الآمن أو الكمية المناسبة اللي تاخدوها من الكافيين، لأن زيادة النسبة دي في الجسم هي اللي بتسبب أضرار صحية كبيرة، لكن الحد الآمن ما بيسببش أضرار، بالعكس احنا قلنا إن القهوة ليها فوائد، والزيادة عن الحد الآمن ده هو اللي ممكن يأذي الجسم. كل سنة وانتم طيبين.